على المغرب والفوز نتاع المغرب، لانه الفوز هو مش مجرد فوز تاع مباراه كره قدم، راه نجموا نستنتجوا من خلاله برشا حاجتنا، من خلاله برشا مقارنات. يوريك انه المنتخب المغربي دخل من الاول يحب على الفوز، ظهر معناها منتخب اسكو يحب على 3 نقاط، ولا انك جاي للتعادل، ولا انك جاي توري في وجهه باش تعمل مقابله باهيه وتخرج على روحك. اللي ما عملتوش تونس عملوا المغرب، و90% منتخب المغرب خلينا نقولوا باش يترشح للدور الثاني بعد الفوز نتاع. لحظة كروية تاريخية، لم يكن الإعلام التونسي مستعدا لما حدث على أرض الملعب. الهزيمة التي تلقاها المنتخب التونسي أمام نظيره المغربي تركت صدمة كبيرة في استوديوهات التحليل، حيث لم يتمالك بعض المحللين أنفسهم من التأثر والانفعال. نتاع المنتخب المغربي في تونس صارت المقارنة نتاع أغزر المغرب كيفاش وأغزر نحن كيفاش. سؤالي ليك، هل تجوز المقارنة الابروش اللي مشاو فيه التوانسة لكن نوع ثم شوية غيرة؟ الصدمة لم تكن فقط في الخسارة، بل في الأداء البطولي الذي قدمه أسود الأطلس. فقد أظهر المنتخب المغربي انضباطا تكتيكيا وقوة بدنية وروحا قتالية عالية جعلت المتابعين يقفون احتراما لهذا الفريق الذي لا يعرف المستحيل. نغزر المغاربه كيف يغزر كيف ناسيونال نتاع المغرب، كيف اغزر نحن كيفاش. هل تجوز المقارنه ولا هل عنا نفس الملاعبيه ولا هل حضرنا نفس تحضيرها ولا هل عنا نفس المدرب؟ هات نخرج ونقولها بكل شجاعه، هل عنا نفس لي بارامتر هذوما ولا وهل تجوز المقارنه؟ الإعلام التونسي بدأ في لحظة اعتراف غير معتادة، حيث لم يجد مفرا من الإشادة بالعمل الجبار الذي يقوم به الطاقم الفني والإداري للمنتخب المغربي، من التحضير البدني إلى التخطيط الذهني. كل شيء كان محسوبا بدقة، ما جعل الأداء يتجاوز كل التوقعات. كيف انت تحب تقارن، عندهم اقوى رئيس جامعه في افريقيا، عندهم اقوى ملاعبيه، معناها الافكتيف نتاعو كل يلعب في اوروبا، يعني يعرف المنتخب المغربي يعرف ايش قاعد يعمل ويعرف معناها فاش قاعد معناها يسطر انه ماشي، عارف روحه ماشي لكاس العالم، عمل معناها فريق ممتع. هذه المباراة لم تكن فقط مواجهة كروية، بل لحظة فاصلة كشفت الفرق في الرؤية، في الاحترافية، وفي مدى تطور المنتخبات. المغرب اليوم يقدم دروسا في كيفية صناعة منتخب قوي منظم ومؤهل للمنافسة على أعلى المستويات. جاب الملاعبية، عمل منتخب بصراحة يعمل 66 كيف يفرج كورة. أهم حاجة أنك تفرج الكورة. توانسة في شنو تقارنوا؟ معناها خلينا نقول البطولة المغربية من أفضل البطولات حاليا. الناس قاعدة تخدم على الرياضة التونسية. إذا كانت الخسارة موجعة للإعلام التونسي، فإنها في المقابل شهادة حية على نهوض كروي مغربي استثنائي. منتخب المغرب لا يكتفي بالفوز، بل يصنع المجد ويرعب الخصوم. وبينما يواصل الأسود زائرهم، يبقى الإعلام حائرا أمام هذا التطور اللافت. ما تكونش هكا الكرة، الكرة راهي تكون فما تكون راهي متسطر، تعرف شنو تعمل بالضبط، تعرف شنو تعمل، تعرف شنو تمشي، تعرف شنو المدرب اللي تجيبه، تعرف الملاعبية اللي تجيبه من أوروبا. يعني المغرب عنده أوكي كم هائل من الملاعبية يلعبوا في أوروبا. هل نحن أمام ولادة قوة كروية جديدة في شمال إفريقيا؟ الأيام القادمة ستجيب، لكن المؤكد أن المغرب يتقدم والبقية تتابع بدهشة.